شفتوا الشاب ده اتفاجئ بايه وهو رايح يكتب القايمه؟ شوفوا كده. انا النهارده طبعا يا جماعه طالع اكتب القايمه. امي قالت لي يا ابني انت مظبط الكلام؟ قلت لها ياما ما تقلقيش انا مظبط كل حاجه، مفيش غيري انا وهي وابوها وامها وانت وابويا. قالت لي خلاص يا ابني يلا نتوكل على الله. واحنا ماشيين في الطريق قمت معدي على الحلواني قلت له اديني طبق بسبوسه وايه ودست الجاتوه واكتب لي عليها اسمها. المهم ايه، قمت واخد الحاجه قمت طالع فوق. طبعا وانا طالع فوق لقيت رصه شباشب جايبه من اول باب الشقه عندها لحد الدور اللي فوق فمن بالفلسفه. قلت له يا ابني هو في حد هنا غيرهم هم؟ قلت لها ياما انا زيك مش عارف حاجه. المهم خبطت فتحوا الباب لقيت لك زيتا وعيال رايحه وعيال جايه وزغاريت. واول ما دخلت احضانه وبصوا وخلانها وعمتها والعيله كلها. طبعا دخلت انا عمال الف حوالين نفسي مش لاقي مكان اقعد فيه انا وامي وابويا. فلقيت حماية ايه قال لي طب تعالى اقعد هنا، وراح مقعد ابويا هنا وجنب امي والدنيا بقت تمام تمام. قمت قاعد طبعا لقيتهم بيقدموا لي الشربات وما اعرفش ايه، قمت ايه شارب ويا حبيبي وما اعرفش ايه وانت عامل ايه. ولقيت حماية قال لي بس عشان ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع خد يا ابني بص على الحاجه دي. فلقيته بيديني ورق قضيه. ده عايز يحبسني يا عمر. فببص على القايمه فبقول له لا ده كده الكلام متغير يا حمايه. قال لي ايه بص بس عشان ما تقولش ان انا ظلمتك، هو متغير حاجات بسيطه. فانا قلت عادي يا حمايه لو متغير حاجات بسيطه، ايه يعني ملحتين زياده تشكير زياده ترنجي زياده مش مشكله. اقلب في الورق يا جماعه ابص في الاخر عليه مزود 3 اصفار على اللي احنا اتفقنا عليه. فبقول له ايه ده يا حمايه؟ انا لقيت حمايه بيقول لي بقى انت كده ايه مش ناوي على جواز. قلت له ازاي يا عم احنا متفقين. فطبعا كان هيحصل مشكله. لقيت خطيبتي بتعمل لي فانت باصص لها قالت لي تعالى، قمت رايح لها ما اعرفش قالت لي ايه في ودني يا جماعه. قمت راجع لحمايه قلت له حمايه فين الورقه فين القلم؟ راح مديني القلم. قلت له مش خساره في بنتك 10 اصفار. انا ماشي معاك من بدري اهو، من اول ما رحت تجيب الذهب. انا خايف لا يوم الاقيك بتعمل لنا فيديو من محكمه الاسره. ابعتها لي.